بابا هذا احنا منعنا لاعب كان عندنا يسوي بث مباشر، منعناه، ما نريد بث مباشر ومهاترات، وواحد يغلط على الثاني وواحد هيك ويسمعون على الفارغ. يا ريتهم مهمه بيهم حاض حتى واحد هذا اللي يحكي واللي شوفوا دائما اخذوها طريقه اللي يفتح بث مباشر ويحكي على العالم ويودي رسائل، هذا جبان. الرجال يواجه، عندك شي وياي تعال واجهني، يقول لي انت هيك، الا انت زلمه. لا تفتحون بث مباشر ولا تحكون ويا احد. تفتح بث مباشر محترم، اوكي، تخدم المجتمع بمحتوى وكلام طيب بيها مجال، بس مو تجي تتجاوز على اخرين وانا هيك وانا ملاكم وانا ادور صيتي وسمعه. انت ما بيك حظ، لو بيك حظ ما تسوي هذا. البطل ما يسوي هذا. البطل يتدرب وياخذ بطوله وياخذ انجازات، وهي هاي انجازاته تحكي، مو واقف لي ياخذ لي حتى تافه، والله العظيم حتى محتواه تافه. شنو بث مباشر وتتجاوز على الاخرين عيب. انت لا رجال وتقول انا رجال وبطل وخوذ زلمه، اخذ بطولات، روح نافس واخذ بطولات وصير دولي وانسحب منتخب وطور مهاراتك. مو جايني وينك لاعب ضعيف تشجع عليه وضربت الضعيف خطيه حتى ما يعرف اساسيات الملاكمه، ونزلت لي لقطه وانت حتى وقفتك مال الاستعداد غلط. اللاعب كون والملاكم الحقيقي يصعد بطولات وياخذ هوايه. انا شايف ابطال العراق وابطال اسيا ما ينشرون، حتى من ياخذ انجاز دولي ما ينشر. ايش بيكم خالصين ارواحكم وحسره على واحد يلعب وياكم؟ وطلعتوا له وسويتوا له فيديو او لقطه وطاح الولد وهو مو ملاكم اصلا، وظليتوا عيب. هاي عيب عمي. شنو هاي؟ بس الجبان يسويها، الشجاع ما يسويها. انا يلعب وياي خصم احترم خصمي حتى لو ضعيف، انا علمه. والله العظيم عيب على واحد ملاكم قدامه مو ضعيف امكانياته ويضربه. ليش تضربه؟ شنو هذا اصلا؟ اخليه هو يستفاد منه، مو تتفتحه وتشهره شهيره وكاظ لي ملاكمين اصلا مو ملاكمين، ناس توهم اجوا مبتدئين تضربونهم خطيه ويوقعون له هاي وسويتوا. لا بيك حاض ولا خوذ زلمه، روح نافس بطولات العراق، بطولة آسيا، بطولة العرب وانسحب بيها، اخذ وسام وصير رجال ونافس. عندك شيء تعال احكي ويا الخصم قدامه، مو حاط لي بث مباشر. وهذا منحته انا لاعبي ان واحد عندنا يفتح بث مباشر، هذا اعطيته انذار، لا فتح بعد بث مباشر ينفصل من المدرسه. ولا رجال يريد باي مكان يريد هذا خلي يواجهنا ويحكي لا هو رجال، مو يظل ببث مباشر. دائما بابا صير شجاع بكل شيء، صير شجاع بالحلبه، صير شجاع بالشارع، عندك مروه، عندك غيره.